ازيكم يا جماعة، جايب لكم لعبة جديدة من الزومبيهات النهاردة، وهنفتحها النهاردة مع بعض. ودي يا جماعة أول لعبة، ودي لو هتسمع زومبي. خلينا نفتحها كده، جامدة أوي. أيوه، هو نبغى نكونها مرتين. اوكي، دي أول لعبة. ايه الزومبي ده؟ ايه الزومبي ده؟ خلينا نلبسه بتاعته كده، هينط ولا حاجة ولا عامل حاجة. وده بعد ما ركبنا الزومبي. ايه الزرار ده؟ تقييمي ليه يا جماعة الزومبي ده 10/10، والله فظيع، والله. انا هحط على جنب هنا دلوقتي، ونجيب النبتة اللي معايا نفتحها. وده بعد ما فتحناها خلينا نطلع كده الشوطة ده ونتوسخ شوية وخلاص، ما علينا. وده شكل الحاجة اللي فتحناها، والمفروض ده مش التلجي ده، ماشي. ودي الحاجات التلجية، الطلعات التلجية بتاعته، وأعتقد مش واحدة ممكن تتحط كده. حاجات جامدة اهي، وي المفروض نتخانق جامد كده، وي ندخلها أجمد شويتين، أيوة، وي. ودي كانت اللعبة التانية اللي جاية مع الزومبي، ودي تقييمها 8/10. خلينا نحطها جنب الزومبي دلوقتي. وده الكيس التاني فيه لعبتين جداد، نفتحه. يلا، بسم الله. وده بعد ما فتحناهم، تحبوا نبدأ بالنبتة ولا الزومبي عادي بادي؟ الزومبي ده بادي كده، لو حطوا كل عليه هيبدأ بالنبتة. خلينا نحط الزومبي هنا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خراب أصلا. نفتحه. وده شكله لما فتحناه، المفروض ده الكيس اللي هو بيدي 3 طلقات. بسم الله. خلينا نحط دي كده، نحط دي كده، نحط دي كده. اوكي، خلينا نجيب الزومبي بتاعنا من فوق. وجبت الزومبي بتاع المرة اللي فاتت، وخلينا يلا نشغله. بسم الله، نرجع عليه. واحدة، والتانية، والتالتة. الصراحة النبتة دي يا جماعة فظيعة. هي نبتة غريبة بس فظيعة. خلونا نقفل ده عشان طبعنا. واللعبة دي تقييمها 7/10. وده الزومبي اللي جاي التاني، وده الزومبي التاني اللي جاي من اللعبة، اللي هو التلات شوطر. هناك ده. بسم الله. أيوه. خرج وخرج العصاية بتاعته. المفروض ده يا جماعة الزومبي الكبير اللي موجود في الجزء التاني اللي في عالم الشاطئ، المفروض يعني. أنا مسكه على هايته وتمسك من هنا. اوكي، مسكها كده. وده بعد ما ركبنا العصاية، أول ما ندوس هنا ده أطير. حتى بصوا
ايه اللي حصل ده بالمؤاخذة. ده طلع الصغير هو اللي مش بيطير، طلع تسعة هو اللي بيطير. حتى بصوا، لا هي بس بصوا فالحمد لله. فتقريبا كده كل زومبي كبير على موقع CN ليه ميزة غير التاني. زي مثلا العادي الصغير بتاعه بيطير مثلا، ده راسه بيطير، معرفش ده ايه اللي بيحصل له. وده تقييمي ليه 9/10 صراحة. وده الكيس الثالث من لعب بلانتس فيرسس زومبي. تعرفوا ده سهل، ده هنعرفه كله. عندنا الهيبي شور، وعندنا الزومبي متألق. نعم حدا بالي، نعم حدا بالي كمبيوتر بالي كان نحط كل عين. ودلوقتي هنبدأ بالهيبي شور. نفتحها كده 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 كده، واتفتحت معانا. هي محطوطة في 2 كيس من مؤاخذة. ودي بعد فتحنا الهيبي ميشور الجميلة. بتنور صح؟ اهي نورت. خلينا نحط يلا الكورة، ويلا هنجربها مع الزومبي الأولاني خالص ده. لا هنجرب الزومبي ده مرة مع نفس تانية، هنسيب ده دلوقتي على جنب ونجرب معاها الزومبي ده. يلا بس. النبتة دي يا جماعة الصراحة تحفة، تقييمي ليها 9/10. وده الزومبي اللي جاي مع نبتة الهيبي ميشور. ويلا بينا نفتحه. دي راسه، ده عرمه، ده الزومبي ده. خلينا نركب راسه كده ونمسكه عرمه. وده بعد ما ركبنا الزومبي. عارفين الزومبي ده أول مرة أشوفه في اللعبة أصلا. أنا معرفش ولا هو أصلا ليه مميزة الصراحة، ملوش مميزة، بس أول مرة أشوفه. لو حد يعرف العالم بتاع الزومبي ده يكتبه تحت في الكومنتات. هل ده موجود في الميني جيمز أو اللي هي في المهمات؟ والزومبي ده تقييمه 5/10. هو اصلا ولا ليه حاجه اصلا، هو اصلا مجسم كده واقف، اي نبته تضربه خلاص راح فين يعني. وده الكيس الرابع من النباتات اللي ضد الزومبيز، الجزء الثاني طبعا. يعني حد بعيد من الطب هادي بعيد الزومبي ده بعيد كان محط كل عليه. هنبدأ بالزومبي المرة دي أحسن حاجة. اوكي ده الزومبي السبيتش تبع الجزء الثاني طبعا، احنا عارفينه وده ما مسحناه وركبناه. المفروض يعني ده في المية اللي بعض يرخم عليه وبعد يحدث عليه البوت بتاعه، زي بتاع الأخطبوط أو بتاع السنارة. ده تقييمي ليه عشان هو مستفز في اللعبة 6/10. وده بيشوفها إلكتريك، ده بيطلع كهرباء بس بجد. أجيبه في اللعبة. الفلوج بتجيبه ببلاش أحسن، ب100 جوهرة أو 80 جوهرة. اوكي خلينا نختار كورة. هجيب الكورة ده بادي ازاي نحط كل عليه. نختار الخطوة. بسم الله. 3 2 1. الحمد لله النفط قوية، بس هي يا جماعة أنا هديها 0/10.
اللعبة شبه الكمبيوتر عادي. وده الكيس الخامس والأخير معانا النهاردة. بسم الله. نفتح من هنا على طول. فتح اهو. فتح. أيوه. ده فايل كمبيوتر برضه زي آيات الكمبيوتر بس صورة البنات والزومبي الفرعوني اللي بنشوفه في أول اللعبة. خلي بالك عادي بالك كل ده بالك شايله بحط كل عادي نبدأ بالكمبيوتر. وده بعد ما فتحنا فايل كمبيوتر أحسن كمبيوتر في اللعبة كلها. ده ب100 جوهرة في اللعبة الصراحة. أول ما دخلت اللعبة الصراحة فكرت في عالم التلج، فطبعا جمعت 100 جوهرة وعرفت أجيب 100 جوهرة من اللعبة. كده كده بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. الطبقة الثالثة والأخيرة بس كده. صراحة تقييمه 10 من 10 في اللعبة. الصراحة بيفيدني جدا. مش وانا كل شوية بلعب اللعبة بقول هو قالك ان هي اصلا طبعا مشتركش في فايل كمبيوتر، فخلينا تقييمي ليه 10 من 10 برضه زي ما قلت. هنا معايا النتائج. وده آخر زومبي معانا النهاردة. زومبي أبو بكر الفرعوني. أول زومبي بنشوفه في اللعبة كلها. الأول هنشوفه كله الأول بعد ما نخلص وفتحنا الكيس الأولاني وده الكيس التاني. يلا بسم الله. أنا حطيت الكيس التاني. الكيس الأولاني فتحناه. ده الكيس التاني كده. ده باكت ده مش الباكت بتاعه في اللعبة خالص. ده الزومبي الفرعوني اللي بنشوفه بعد ما خلص ال5 المراحل وتفتح الباور وتفتح كل الحاجات. في المرحلة السادسة كده أو ال5 بتشوفه. طبعا ده من أتفه الزومبيات في اللعبة. أتفه حاجة. بس أنا بالنسبة لي أتفه حاجة. الجزء الأول ما كنت بلعبه مش كنت بلعب زومبي أبو بكر ده زمان في لعبة تانية اسمها زومبي 1 لو جه سكواش. مش عايزة أقول لكم أصلا كنت بدفع 150 سنت شيري على زومبي أو شطة على زومبي. وده تقييمه عشان صراحة مستفز 3 من 10. ولو عايزين زومبيهات جديدة وحاجات جديدة لايك